السلام عليكم شباب، شلونكم وشلون الصحة؟ يا بأمر راح اسوي لكم فيديو ثاني، بس خليني نشوف. خل اطلع ذني الاثنين اطيرهم كل مرة، اللي هو هذا وهنا الثاني ذاك خاطر هناك، هذاك خل اطلعهم اطيرهن وارجع اطلع الفرخات. راح يدشر الفرخات ما شاء الله، صار لهن تقريبا 10 ايام على الدشر، يوميا ساعتين ساعة هيجي. خل اشوفكم اياهم تقريبا بقى جنحن بدا يساون، هسه يساون جنحن. خل اشوفكم اياهم شلون يساون. دوس شباب، هاي الطيور قدامكم، شوفوا شباب، شوفوا الريشه. ارفع ايدك بابا، ارفع ايدك هيك. وهاي ما شاء الله الفرخ بيدي، وهاي ريشتهم شوفها على صورنا على الزاويه هاي. وهاي الريشه هسه دا يساون. هسه شو اسوي انا بعد؟ راح انتظرهم شويه نصحن زين يعني كبرن عيني، ونوى اطلع كشكش بيهن. وهاي الطيور لعيونكم شباب شوفوها. وكان بيضات وشلت البيضات لان بعد مو مال بيض. الشهر السابع، احنا بنص شهر السابع، والله هو خلاص يوم 22/7 خلاص شهر السابع، بعد ماكو بيض من هنا ونهاية الثامن. بالتاسع بيضا ماكو اشكال، بيضا يطلع فرق حلو مرتب. هسه خلينا نشوف اطلعهن واشوفكم ذني شلون يطيرون الاثنين. وينهن الجن. شوفوا شباب ذني يطيرن عندي قامن الحمد لله. طبعا الجو حار بس انا اطيرن شنو حتى يبقى والفن. ذني والفن ان شاء الله. من يطيرن بعد وراهن الافراخ، من يطيرن وراهن الافراخ بعد يصيرن جوقه. هذا اخويا هذا فوقه، يطيرن فوق البيت. صورنا شلون راح ينزلون على اللاب. من يطير طيران مني؟ تعالي تركزهم هناك او صورنا. شباب هاي همينة طيور طايرة. هسه طلعت الفرخات حتى يدشرن زين. اللي قدامكم هذا واحد اجى، هذا واحد. الاخ ما شاء الله بعد بيحيى يطير، ما ادري بيعتكم ولا لا. سوى ينزلوا. هاي الطيور انا والله اجيبه يجي هي حتى. هذا بقى شباب فوق البيت. طبعا الجو هوا بس هو ما شاء الله عليه. نزول عمودي بقى شباب. هارو تعبان. خليكم ويانا. هاي شوف شباب، خليكم شوية يشمسن لان الجو حار. شو يسمى بس خليه ندشرن. وهاي الطيارة ما شاء الله خليه ندشرن زين. هذا واحد من الفرخات. اي شباب نرجع للطيور. طبعا شفتم قبل شوي من جيت فتحتهن وطيرت ذني الزوج اللي عندي يطيرن، وهسه صعدت مرة ثانية صعدت لهن شباب وخليت لهن صينية. هاي صينية طبعا بقيتها من جوا ما يدرون الاهل، وصعدتها فوق حتى شنو خليت بيها ما قلت شوي خطير سبحان الجو حار زيني. وصعدت لي هاي، وهاي ونستي شوية خبز. اثرد لهن خبز وذب، اسوي لهم خبز ناعم وذبه ياكلنه كيف عليه بملوحة. وهسه اشوفكم شلون نزلن شباب. احد الاخوة علق لي تعليق صراحة حلو، قال لي يا ابو علي من تخرج الفرخات قصد ذيولتهن. حسب حكيه هو يقول لي العنابر سرة، يعني حسب ما فهمت انه عنابر سرة صدق الذيل مالته يصير كبير ويفرش. فالفرخ من تخرجه وذيله كبير يظل يطير على كيف على البيوت. فقال لي قص يعني نص ديلهن. فصراحة انا شفت هاي الفكرة حلوة وراح اقصها ان شاء الله، بس ابدي اكش بيهن ماكو ان شاء الله على الجمعة الجاية اظل اكش بيهن بعد، لان هسه جناحتين قامن يساون. على الريشة على اول ريشة يذبنها راح ايش راح اسوي؟
راح اقص ضليتهن من النص زين عيني، واحاول همين انها مو 16 ريشه، احاول اشيل اثنين من العرج من اليسرى واثنين من اليمنى حتى يبقى 12 ريشه، يعني ما اشلحهن اقصهن واقص ضليهن نصه حتى شو يصير، حتى يصير الطير بالمطير يصير قوي زين عيني. اني صراحه هو قال لي ابو علي اذا تجي تخرج العنبر سره قص ضيله، خذ نصيحه مني. صراحه انا شفت الفكره مالته صحيحه، لان هسه من دا اشوف من دا يصعدن وينزلن بأسه مثل هذا. شوف ذيله مقوس، ويعني شلون يخليه يصير مطياره خفيف مو مثل الطير العادي التار العادي. فايش راح اسوي؟ راح اقص نصه ان شاء الله واجرب هاي الفكره، وصراحه يعني بشو خاشه الفكره خشت ببالي. شوف هسه، شوف هذني، شوف ذيله ما شاء الله كلش عريض. شوفوا شباب ذيله عريض، فمن ينزل تحس بيه ينزل بقوه، خفيف من الطيار، يطير على البيوت، يهوش على كيف، مو سريع. من يهوش الفرخ عندي ما يطير بسرعه بحيث يا يلعب لا يوقع. فشفت الفكره مالته صحيحه. قال لي ابو علي قص الديولتين وخريتك برقبتي. فانا ايش راح اسوي؟ راح اقص ديولتين واسمع كلامه، لان هو احد متابعينه واكيد ما راح اكذب عليه، وفكرته صراحه يعني اشوفها معلومه صحيحه عجبتني. فايش راح اسوي ان شاء الله الجمعه الجايه؟ يعني ان شاء الله انا قلت ابلش من الجمعه الجايه اظل اكش بين. فالجمعه الجايه راح اقص نص ديلهن واقص لي اثنين من هنا واثنين من هنا. شوفوا هسه هذا ما شاء الله، وهاي طيور همين قامين يسبحن ما شاء الله. الحار هذا خطيه همين حقنا علينا، لازم شوي نبردهن. شباب هاي لايامكم نشنش على المي خطيه. وهاي همين خبز يسبحن وتردن خبز، هذا خبز ناعم. هذا وعو اقعد اتونس عليهن. ومثل ما قال اخويا راح اقص ذويلتهن، ورحم الله والديك وجزاك الله خير على المعلومه هاي. راح نجرب احنا ما نخسر شيء. اول تالي مثل ما يقول راح نبترهن الفرخات، اذا طالع نبترهن. راح اقص ذويلتهن، هو قال ابو علي قص ذيلتهن ومن يتخرجن كاملين ابتر ذويلتهن ما عليهن شيء. شباب شلون ينزل ما شاء الله، يفرش ذيله ما شاء الله، من ذيلتهن كبار. فتو شو تقولون؟ شنو رايكم بهالفكره هاي؟ انا راح اطبقها صراحه. وشباب اللي ما يعرف المعلومه مو عيب يتعلم عادي. صلوات. شوفوا شباب خطيه دير بالكم على طيوركم شباب، اللي عنده طيور، اللي عنده دجاج، اللي عنده عصافير، عمي دير بالكم ترى صيف والمي يتبخر والمي يخلص، يعني ماكو تخليه مي منه يطلع منه، يطير المي سبحان الله. فدير بالكم على حمامكم شباب. اوكي خليكم ويانا. اي شباب مثل ما شفتوه سبحان. وهسه النوب كشن اللي غاد راح ينشفن تاحن الحيوانات زين، وانا مترمتلين شويه خبز. شوفوا شباب شلون تبين الخبز هذا بهالطريقه. هذا الخبز راح يطير. شباب هاي لعيونكم، لا تنسون اللايك والاشتراك شباب. اهم شيء اللايكات، وصلنا 1000 لايك شباب. كشن باب على كشن من جوا من هناك. هاي فرخه، هاي عندنا الفرخات. يلا على ايش تسوي؟ كاك على كاك هاي.